نائب عام يونس كربيد، رئيس مصلحة اليقظة التكنولوجية والمنهجيات بالمديرية العامة للأمن الوطني. إذا حنا كنتواجدوا بفضاء الدورية الذكية اللي كيشهد لأول مرة عرض وتقديم أول نسخة من الدورية الذكية للشرطة تحت اسم أمان. هذه الدورية فهي مجهزة بأحدث التقنيات بالإضافة لأحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي اللي تم تطويرها من طرف الفريق المشرف على تطوير برامج الذكاء الاصطناعي بالمديرية. الدورية أمان فهي كتحتوي على أنظمة اللي كتمكن من القراءة الفورية لوحات ترقيم السيارات، بالإضافة للتعرف على الوجوه اللي كيمكننا من رصد الأشخاص البحوث عنهم بالاعتماد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي. دورية أمان كتميز بكونها كتوفر على كاميرا 360 بالإضافة للدرون اللي كيمكننا من واحد رؤية شمولية للمحيط الخارجي، وكذلك يعزز اليقظة الأمنية. هذا ابتكار 100% صنع بأيدي مغربية، الهدف منه أننا نزيد ندعم مفهوم الشرطة الذكية. الحسن شادر، رئيس فرع المديرية العامة للأمن الوطني. يعد نظام سمارت فيو منظومة متكاملة للمراقبة الأمنية المتطورة التي تستخدمها المديرية العامة للأمن الوطني. بالنسبة للنظام، يتميز هذا النظام هذا بمجموعة متنوعة من قواعد وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، منها تعرف على الوجوه وتعرف الآلي على البلاك دي ماتريكولاسيون. هذا التطبيق تم تطويره بالكامل داخليا بواسطة فرق مطوري الذكاء الاصطناعي في المديرية العامة للأمن الوطني. كيتوفر هذا النظام على تنبيهات فورية ولوحة تحكم شاملة كتسهل عملية المراقبة والتحليل، مما يمكن رجال الأمن من الاستجابة بفعالية للمواقف المختلفة ويساهم في تعزيز الأمن العام بصورة استباقية. وفي الأخير تكمن مرونة هذا النظام بإمكانيته باستعماله كحل مدمج أو لسوليسيون امباركي في الدوريات الذكية أو ربطه بشبكات الكاميرات الحضرية على مستوى مراكز القيادة والتنسيق. بعد سيارة أمان سنتابع إياكم الآن عرض خاص بفرسان خيانة الأمن الوطني التي ستمر أمامكم